في دوار المرضية في أطراف مشرع بالقصيري يعمل أغلب السكان في الفلاحة، قلة هم الذين اختاروا الرحيل بحثا عن أعمال أخرى تتيح لهم مستوى عيش أفضل. عبد القادر باللعسيري واحد من الذين غادروا الدوار في العام 98 وألف. كان في 18 من عمره مضى إلى القنيطرة، حيث اشتغل مع مقاول بناء ينحدر هو الآخر من مشرع بالقصيري. خلال السنوات الأولى من عمله كمساعد بناء كان ينام في الورش، يتخذ له من الآجور سكنا مؤقتا، حتى إذا ما قام البناء استقر في زاوية من المرآب. كان سكنه في الورشة يوفر على المقاول أجرة الحارس، بينما يعتبر عبد القادر أنه بذلك يقي نفسه ثمن إيجار سكن. مع مرور الوقت كان المقاول يوكل إليه حراسة كل ورش جديد ينتقل إليه. في العام 2000 كان المقاول الذي يشتغل معه عبد القادر يتولى بناء سكن في حي بير الرامي. لما رفع بناء الطابق الأرضي نقل عبد القادر أشياءه إلى ركن واتخذه سكنا. في تلك المرحلة كان قد تعلم البناء، ومن حين إلى آخر كان البناؤون الذين يكلف بمساعدتهم يتيحون له فرصة بناء سور أو وضع إطار باب أو نافذة. كان يحلم باليوم الذي سيعترف له بالكفاءة. لما اكتمل بناء ذلك السكن جاءه المقاول ذات مساء من يونيو وبلغه بأن ما بقي من الأشغال سينجز في وقت لاحق، وأنه سيتولى الحراسة على أن يدفع له صاحب السكن أجرته. لم يمانع، كان المهم بالنسبة إليه أن يظل هناك. لم يكن المقاول ولا كثير من العمال قد انتبهوا إلى تلك العلاقة التي أقامها عبد القادر خلال تلك الفترة مع فتاة تعمل خادمة في منزل مجاور. كان يلتقيان مساء بعد أن يجن الليل، ويمضيان أوقاتا تطول أحيانا لأكثر من الساعة وهما يتحادثان، لعلهما كانا يخططان لمشروع زواج. صار مألوفا مع توالي الأيام أن يشاهد وهما يقفان في تلك الأماكن المظلمة. يظن عبد القادر أن الظلمة التي يتوخيانها تحول دون أن يتعرف عليهما أحد من سكان الحي. لم يكن يجرؤ على استقدامها إلى ذلك السكن الذي هو حارسه. بعد مغرب 10 من نوفمبر وكان الجو ماطرا، كان على موعد مع تلك الفتاة. ارتدى جلابته الصوفية ذات اللون البني الداكن ومضى إلى الموعد. لم تتأخر، رآها قادمة. في تلك الساعة من المساء كان الشارع شبه خال من المارة. اتخذ لهما مكانا في مدخل منزل يبدو غير مأهول، وفجأة انفتح الباب الحديدي. وقع عبد القادر على الأرض بينما هربت الفتاة. وقفت على بعد عدة أمتار تراقب. نهض عبد القادر من مكانه ينفض ما قد يكون علق بجلبابه. كان يتوقع أن يظهر الذي فتح الباب، ولكن لا أحد ظهر. ابتعد. الفتاة مكانها تنتظره، خائفة كانت. لا ينكر أنه أحس برعب شديد. لا يدري كيف وصل إلى شارع عبد الكريم بالهاشمي. يمشيان على غير هدى ولا هدف. المهم أن يبتعد عن ذلك المنزل الذي انفتح بابه. ذاك المساء فضلت أن تعود إلى منزل مشغليها، ودعها عند مدخل شارع سعيد الدودي. الساعة تقترب من 8 مساء. عليه أن يعود إلى السكن الذي يتولى حراسته. وهو في الطريق من حيث لا يدري وجد نفسه يسلك الشارع نفسه. لا مجال للتراجع. يقترب من تلك الفيلا. الباب مفتوح كما تركه، النوافذ مغلقة. قدر أن لا أحد في الداخل. توقف على الرصيف المقابل يتأمل. ربما ظل واقفا هناك 5 دقائق، ربما أكثر من ذلك. ينزل مطر خفيف. الشارع خال من المارة، قليلة هي السيارات التي مرت من هناك. فكر في الدخول إلى ذلك المنزل. ماذا لو أمسك به؟ يتساءل.
لم يتخلص بعد من الخوف الذي تملكه لما انفتح الباب ووقع على الأرض. في لحظة ما ظن أن الذي فتح الباب قد يكون جنيا، دليله فيما يظن أنه لما وقع على الأرض لم ير أحدا. تجاوز تردده وتجرع خوفه. الفضول يتملكه ويستحوذ عليه ويدفعه دفعا إلى ذلك المنزل. عبر الشارع، هو الآن على بعد أمتار قليلة من الباب المفتوح، لا مجال للتردد. دلف متجاوزا باب الحديقة المفتوح بالكامل، ثم تقدم نحو باب السكن. المكان مظلم. دفع الباب فانفتح. دفع الدفة حتى صارت ملتصقة بالجدار. هو الآن في الداخل، يرهف السمع، عله يسمع صوتا أو كلاما. وسط الظلمة مضت يمناه تتحسس جيبه. أخرج القداحة، يحاول أن يخترق بنظره حلكة الظلام. تقدم بضع خطوات، احتك أسفل جلبابه بشيء على الأرض. دقات قلبه تسارعت فجأة، تجمد مكانه. لا شيء حدث. وسط الصمت صدر من القداحة صوت احتكاك، ثم ظهرت شعلة صغيرة أضاءت المكان. الذي احتك به أسفل جلبابه فردة حذاء طويل. الصمت يخيم على المكان. تسلق السلم وهو يحرص على أن لا يحدث صوتا. في الطابق الأول وجد الباب مواربا. دفعه فانفتح. رائحة كريهة تأتي من الداخل. أومضت الولاعة في يده مرتين قبل أن تتوجها شعلة. رأى زر الإنارة فضغط عليه. في عمق المدخل جثة في حالة تحلل متقدمة على أريكة. تغلب على خوفه وتقدم قليلا. قنينة خمر على الأرض نصفها فارغ. بالقرب منها شظايا كأس سقطت من يد الجالس على الأريكة. الرائحة الكريهة تزكمه. دلف إلى غرفة سيكتشف أنها غرفة النوم. مضى إلى الدولاب، فتحه. ملابس رجالية علقت بعناية لا تخفى. وفي درج صندوق حديدي. أخذه. في مشجب معطف أنيق. فتشه فوجد حافظة نقود. دسها في جيبه. لم يعثر على حلي. مر أمام الجثة المتحللة وهو يغطي بكفه فمه وأنفه. انسكب في السلم المفضي إلى الباب. وقف قليلا، ولما بدا له أن لا أحد رآه عبر إلى الرصيف المقابل ومشى وكأن شيئا لم يحدث. لما وصل إلى حيث يسكن تذكر أنه لم يطفئ الأنوار في تلك الفيلا المهجورة، ثم قال لنفسه: لا يهم، الرجل ميت منذ زمن بعيد. أقفل باب سكنه بإحكام. الصندوق الحديدي يحتاج إلى مفتاح. وضعه جانبا. فتح حافظة الأوراق. كانت بها أوراق نقدية بلغت 1200 درهم. بها أيضا بطاقة تعريف ظن أنها للرجل الميت ورخصة سياقة. نظر إلى الصورة، لم تعني له شيئا. أعاد الوثيقتين إلى الحافظة ودس الأوراق النقدية في جيبه. كان يفكر في الوسيلة التي سيفتح بها الصندوق الحديدي. جرب مفاتيح أقفال يعلقها معه، ولكن لا واحد منها فتح الصندوق. ذهب تفكيره إلى الثاقبة الكهربائية. الساعة تشير إلى 10 ليلا. لا حاجة إلى إثارة الانتباه. أمضى ليلته يتكهن بما قد يحتويه الصندوق الحديدي. كان يرجح أن يكون بها بعض المجوهرات ومبلغ مالي محترم. في الحقيقة ذاك ما كان يريد أن يعثر عليه في ذلك الصندوق. استيقظ باكرا. تناول فطوره. نظر إلى الساعة في معصمه 8:30. في ركن من الغرفة التي سكنها معدات متراكمة. أخذ الثاقبة الكهربائية. حمل الصندوق الحديدي في ركن مما سيكون حديقة في مدخل الدار. حطم القفل. لم تكن عملية سهلة. في النهاية صار بإمكانه أن يكتشف ما بداخل الصندوق. صدق تكهنه. رزمة من أوراق مالية من فئة 100 درهم ودملجان من ذهب لماع. ثم
ورقة بيضاء طويت على 4. فتحها، كانت ممهورة بتوقيع. لم يكن قارئا ولم يستطع أن يعرف ما الذي كتب في تلك الورقة. جمع كل ما عثر عليه في كيس بلاستيكي وجعله في الحقيبة التي يضع فيها ملابسه. فكر في إهداء محبوبته أحد الدملجين. في أعماقه خوف من التصرف فيما استولى عليه، ولعله الخوف الذي دفع به ظهر اليوم التالي لدخوله تلك الفيلا المهجورة إلى أن يمر من هناك. كان مفاجئا ما رآه. عند الباب سيارة شرطة وسيارة للوقاية المدنية وفضوليون. أدرك فورا أن الجثة اكتشفت. تقدم من أحدهم وسأله عن سبب حضور الشرطة. رد الرجل بحماس لا يخفى أن جثة اكتشفت في تلك الدار. أضاف أن رائحة كريهة كانت تصدر من المكان، فأبلغ أحد الجيران الشرطة. عجل عبد القادر بالانصراف. مساء ذلك اليوم مضى إلى موعده مع محبوبته. كان في جيبه أحد الدملجين، وقد لفه بعناية في منديل من ورق. لم تخلف الموعد. سألها إن كانت لا تزال خائفة. ابتسمت ومضيا جهة الطريق الرئيسة. ثم في لحظة لم يجعل لها مقدمات أخرج الدملج وقدمه إليها. ما هذا؟ سألت في غنج. اكتشفي بنفسك. سمع لها شهقة. كان الدملج يلمع بين أناملها. هو لك، عربون حبي لك. لم تتمالك نفسها وعانقته بحرارة. مرت بجوارهما سيارة أطل أحدهم من نافذتها وأطلق صفيرا. وضعته في معصمها وصارت تنظر إليه. لما أتم جولتهما ودعها كما اعتاد على ذلك في مدخل شارع سعيد الدودي. في المشرحة إلى حيث نقلت الجثة المتحللة، أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة تعود إلى أسبوعين على الأقل، وأنها قد تكون نتجت عن سكتة قلبية. لم يلاحظ على الجثة ما يدل على أن الوفاة نتجت عن عنف، ولكن التحقيق الذي بدأ كان يروم بالدرجة الأولى إلى إثبات هوية الهالك. بصمات الجثة لم تنطق بأي اسم. الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران كانت متضاربة. أغلبها مال إلى أن أصحاب ذلك المنزل يعيشون في فرنسا، وأن الفيلا كانت غير مأهولة. كان الاهتمام منصبا على المعلومات الأولية التي تم تدوينها في محضر معاينة. كل أبواب الفيلا كانت مفتوحة، وذاك تفصيل قد يخفي الكثير. للقصة بقية، ترقبوها. أبواب مفتوحة، الحلقة الثانية والأخيرة. وهو في الطريق إلى حيث يسكن، تفادى عبد القادر بالعسيري المرور من ذلك الشارع حيث تلك الفيلا التي اكتشفت بها الجثة المتحللة. لم تسأله محبوبته عن مصدر الدملج الذي أهداها. قد تسأله في المرة القادمة. بما سيجيب؟ يسأل نفسه وهو يجد الخطوة. هل سيقول لها إنه سرقه من تلك الفيلا التي انفتح بابها لما اتكأ عليه؟ لا يذكر أنه سرق من قبل. نعم، سبق أن سرق فاكهة من عرصة الجيران، لكنه لم يدخل قط دارا ليسرق. وها هو فعل. لا يدري لماذا. يحاول أن يوهم نفسه بأنه كان مسيرا فيما قام به. يرى أنه أهون عليه أن يقنع نفسه بأنه ما قام بما قام به بنية السرقة، ولكنه الفضول دفعه لاكتشاف ما في تلك الدار. والدملجان وحافظة الأوراق. جاءته وسوسة من أعماقه تفتيه بأنها لقية، ليعدها كذلك وليكفي نفسه جلد الذات. تلك فتوى طمأنته. في سكنه لما دخل أعد شايا. كانت في طنجرته بقية من غذاء هي عشاؤه. من حقيبة أغراضه أخرج الصندوق الحديدي. رزمة الأوراق النقدية من فئة 100 درهم ما زالت مكانها، لم يمسسها. تناولها وبتصرف بدا غريزيا لديه استدار إلى الحائط وصار يعدها. لم يسبق له أن عد رزمة من أوراق مالية بسمكها.
25,000 درهم. ضحك وهو ينظر في الجدار ذي اللون الإسمنتي. أعاد المال إلى الصندوق الحديدي وأمسك حافظة الأوراق، يتأمل الصورة التي في بطاقة التعريف الوطنية وتلك التي في رخصة السياقة، يقارن بين الصورتين، هما لشخص واحد. يبدو شابا في الصورة التي في رخصة السياقة، في بطاقة التعريف الوطنية يبدو واضحا أن العمر تقدم به. أخرج الورقة التي طويت على 4 وفي أسفلها توقيع، نظر إليه نظرة عابرة، فكر في تمزيقها، ولكن رغبته في معرفة ما كتب فيها جعلته يعدل عما هم به. تولى فريق من الشرطة العلمية مسح تلك الفيلا حيث اكتشفت الجثة التي أدركها التحلل. رفعت بصمات التي كانت على قنينة الخمر التي عثر عليها بجوار الجثة تعود إلى شخصين. عثر على بصمة مختلفة على زر الإنارة. البصمات التي أخذت من قنينة الخمر تعود إلى بوشعيب سرور من مواليد العام 53,900,000 يسكن في فاس، وأخرى تعود إلى رجل يدعى سعيد حدو من مواليد العام 75,900,000 ويسكن في سوق أربعاء الغرب. البصمة التي اكتشفت على زر الإنارة والتي رفعت مثيلاتها من أبواب الدولاب تعود لعبد القادر بالعسيري المزداد في العام 80,900,000 والذي حسب ما هو مدون في السجلات يسكن بدوار المرضية في نواحي مشرع بالقصيري. 3 أسماء، أحدها لصاحب الجثة و2 لشخصين وجدا في الفيلا. تقرير الطبيب الشرعي بالرغم من إشارته إلى أن الراجح أن يكون الرجل مات إثر سكتة قلبية لا يستثني احتمالات أخرى. بعد عدة أيام توصل المحققون بما يفيد بأن المدعو بوشعيب سرور غادر منزله في فاس البالي قبل 3 أشهر. كان يعمل في ورشة للنجارة. قالت شقيقته إنه أخبرها بأنه سيذهب إلى القنيطرة لإنجاز أشغال لحسابه الخاص، وأن أخباره انقطعت منذ إذن. لم تكن المرة الأولى التي يسافر فيها للعمل خارج فاس. علم المحققون أنه لم يكن متزوجا. الأوصاف التي قدمتها شقيقته تؤكد أن الجثة التي عثر عليها في ذلك المنزل كانت جثته هو. في سوق أربعاء الغرب وجد سعيد حدو في العنوان المسجل على بطاقة تعريفه الوطنية. بالنسبة للباحثين فإن الوصول إليه قد يمكن من فك لغز الجثة المتحللة. لم ينفي الرجل معرفته ببوشعيب سرور. قال إنه تعرف عليه قبل نحو 3 أشهر. التقيا في ورش عمارة سكنية كان بوشعيب سيتولى صناعة أبوابها ونوافذها وكل ما هو تجهيز خشبي. لما سئل عن وجوده معه في تلك الفيلا في القنيطرة حاول أن يتهرب من الإجابة. قال إنه لا يعلم شيئا عنها، ولكن الباحث أبلغه بأن بصماته وجدت على قنينة خمر عثر عليها هناك. لم يكن قد أبلغ بعد بأن بوشعيب مات. قال إنه غادر القنيطرة منذ 2 شهرين بعد أن انتهت أعمال التبليط ووضع الزليج في تلك العمارة. نقل الرجل إلى القنيطرة لاستكمال البحث. في مكتب الضابط الذي أشرف على التحقيق في هذه القضية فردة الحذاء الطويل التي احتك بها جلباب عبد القادر لما كان في مدخل الفيلا. أخرجها الضابط من دولاب حديدي. هل هي لك؟ دقق سعيد حد والنظر فيها. بدا مترددا بين النفي وتأكيد أنها له. لم يمهله الضابط وطلب منه أن ينتعلها. كانت على مقاس قدمه. من دوار المرضية في مشرع بالقصيري جاء ما يفيد بأن عبد القادر بالعسيري صار يقيم في القنيطرة حيث يعمل في مقاولة للبناء. قال والده إنه زارهم قبل 2 شهرين ثم عاد. قال إن مشغله ينحدر من بالقصيري. في القنيطرة لم يجد الباحثون صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذا المقاول. لما سئل أجاب بأن أثنى على سلوك ذلك الشاب الذي ما غادر دواره إلا بحثا عما يرفع من مستوى عيشه ولمساعدة أسرته. أخبرهم بأنه يتولى الآن حراسة فيلا
في حي بير الرامي. كان الوقت عصرا لما وقفت بباب تلك الفيلا التي لم يتسلمها أصحابها بعد سيارة حملت مفتشي شرطة. بدا عبد القادر وقد فوجئ بهما، اضطرب لما أخبراه بأنهما من الشرطة. هدأ أحد الضابطين من روعه قائلا إنهما يريدان أن يطرحا عليه بضعة أسئلة. دخل إلى حيث يسكن. شده جف حلقه لما سئل عن تلك الفيلا وعن سبب وجوده فيها. حاول أن ينكر، ولكن أحد المفتشين أبلغه بأن سبب قدومهما أنه عثر في تلك الفيلا على ما يفيد بأنه مر من هناك. لم يحدث له أحد ذكرا عن تلك الجثة التي اكتشفت جالسة على أريكة وبجوارها قنينة خمر. احمر وجهه، أشد احمرارا كانت أذناه. أنا لم أقتل أحدا، أنا لم أقتل أحدا. ومن قتل؟ أنا لم أقتله، كان ميتا لما دخلت، لم أمسسه. أقسم بأغلظ الأيمان أنه لم يمسسه. وهل تعرفه؟ لا أعرفه، ولم يسبق لي أن رأيته. نقل إلى مقر المفوضية. هناك حكى للباحثين قصة دخوله إلى تلك الفيلا، وهناك اعترف بأنه سرق صندوقا حديديا وجد بداخله دملجا من ذهب ومبلغا ماليا. لما تسلم المحققون ما كان بحوزته ولم يقل شيئا عن الدملج الثاني الذي أهداه محبوبته، تبين أن الصندوق الحديدي لم يكن لبوشعيب سرور، ولكن حافظة الأوراق كانت له. أفضت التحريات إلى أن الفيلا التي تبدو مهجورة في ملك عائلة تقيم في إيطاليا، وأن بوشعيب الهالك قام ذات مرة بإصلاح بعض النوافذ والأبواب، ومن ثم احتفظ بنسخة من المفاتيح. كان كلما جاء إلى القنيطرة يأوي إلى تلك الفيلا، بل إنه كان يدعو إليها أشخاصا آخرين. قال سعيد حدو إنه في 20 من أكتوبر اتفق مع بوشعيب على السهر سويا. اشتريا قنينة خمر. كان المقرر أن يلحق به بعد مغرب ذلك اليوم، وأن يأتي معه بفتاتين. لم يتمكن من ذلك، ولما حضر وحيدا وجد بوشعيب جالسا في مدخل الطابق العلوي على أريكة. كان قد شرب نصف زجاجة الخمر، سكرانا كان. سأله عن الفتاتين، ولما رد بأنهما لم تحضرا إلى المكان المتفق عليه صرخ في وجهه. قال سعيد إنه ظل صامتا، ولكن بوشعيب نهض من مكانه وأمسك به من عنقه وطلب منه الانصراف. كان قد خلع فردة من حذائه الطويل. لم يمهله حتى ينتعلها، دفعه إلى الخارج، كاد يلقي به عبر السلم. لم يحتمل، ولما تجاوز الباب سمع شيئا ما سقط على الأرض. قال إنه لم يره بعدها. الوضع الذي وجدت عليه جثة بوشعيب سرور تدل على أنه قد يكون توفي نتيجة سكتة قلبية لم تمهله. لعله في حال صدق سعيد فيما قال عاد إلى مقعده بعد أن طرده وهو في حالة الغضب التي كان عليها، وأن النوبة القلبية قد تكون حدثت نتيجة غضبته تلك. لاحقا سيعلم المحققون من أخته أنه كان يعاني من متاعب صحية تفاقمت في العامين اللذين سبق وفاته. لم تحدد عملية التشريح تاريخا مضبوطا لوفاة بوشعيب، ولم يكن لدى سعيد ما يثبت براءته الكاملة، كما لم يتوفر ما يدينه. روايته لما حدث بدت متماسكة. أما عبد القادر الذي اعترف بأنه سرق من الدولاب الصندوق الحديدي ومن معطف المتوفى حافظة أوراقه، فقد توبع بتهمة السرقة. أودع السجن، وظلت محبوبته تتردد على مكان سكناه. لم تعلم بما جعله يختفي سوى بعد أن غادر السجن، حيث أمضى 3 أشهر. قد يكون حكى لها الآن عن مصدر الدملج الذي أهداه. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية، بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت. عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم، وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون. الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن،
تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية. قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها، أو هي نهاية حياة. تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني. أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية، سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست. معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية. كانت السيدة أم الغيث السكاوي متعودة على التوجه كل خميس إلى السوق البلدي القريب إلى منزلها في حي البولو بالدار البيضاء. كانت تشتري من هناك كل ما تحتاج إليه من خضر وفواكه ولحوم، وقد اعتادت على أن يتحلق حول سيارتها كلما وصلت أولئك الصبية الذين يعرضون مساعدتها في حمل القفة لقاء بعض الدراهم. في كل مرة كان يفوز أقواهم وأكبرهم. ذات خميس لاحظت السيدة أم الغيث أن الفتى الذي رافقها في جولة التسوق لديه ما يميزه عن باقي الأطفال، وإن كان يدخن مثلهم، وإن كان مثلهم يشتم السيليسيون. لمست السيدة أم الغيث في عيني الصبي ما يوحي بأنه يعيش حسرة الوضع الذي يوجد فيه. كل ذلك حرك في نفس السيدة أم الغيث حماس الفاعلة الجمعوية، إذ كانت تنتمي إلى إحدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتشردين. في يوم السبت الموالي على غير عادتها توجهت أم الغيث إلى السوق البلدي، وبينما كانت تركن سيارتها تحلق حولها 6 من أولئك الفتيان، وكان من بينهم ذاك الفتى الذي استرعى انتباهها يوم الخميس الماضي. اختارته دون غيره وطلبت منه أن يرافقها إلى بائع الخضر الذي كانت تتسوق منه. دار بين المرأة والخضار حديث مرموز. استنتجت أم الغيث أن الولد جدير بالمساعدة، إذ كان حديث العهد بالتدخين وبالتعاطي لشم لصقة السيليسيون المخدرة. أخذته بعيدا عن أنظار الفضوليين وطلبت منه أن يحكي لها قصته. أبلغته أنها تنتمي إلى جمعية تعنى بمساعدة الأطفال، وأنها تدرس إمكانية مساعدته. فاجأها بأن ارتمى على يدها يقبلها. انخرط في بكاء شديد. بدا أن حدس أم الغيث لم يخنها في هذه المرة أيضا. بعد أن هدأ روعه حكى لها قصته، وفي سرده للوقائع كان يبدو صادقا، كان يريد الخلاص مما هو فيه. قال إن والدته توفيت قبل 2، وإن والده تزوج امرأة أخرى حولت تلك السكينة التي كانت تنعم بها الأسرة رغم ضيق ذات اليد إلى جحيم. جعلت من شقيقته الصغرى خادمة، ودفعت بوالده إلى أن يطرده من البيت. قال إنه كان محبا لمدرسته، ولكنه أجبر على الانقطاع عن الدراسة. أخذته أم الغيث معها إلى مقر الجمعية. أوكلت إلى إحدى الموظفات أن تملأ استمارة التحاقه بالجمعية. كان المقرر أن يعرض لاحقا على طبيب نفساني يساعده على التغلب على المشاكل التي يعيشها وعلى التخلص من إدمان التدخين وشم السيليسيون. في مقر الجمعية تمكنت أم الغيث من معرفة معلومات أخرى حول هوية الطفل. اسمه جمال. قال إن اسمه العائلي مطيع، من والده أحمد بن عبد الله مطيع ووالدته الهالكة رحمة بنت علي. قال إنه لما أخرج من بيت الأسرة كانت عائلته تقطن بحي الأمل في الزنقة 20 بالكوخ رقم 10-500-2000. علمت أم الغيث أن الفتى رأى النور في ذلك العنوان في 20 من أبريل من العام 80-900-1000. في ذلك اليوم السبت 7 من مايو من العام 92-900-1000 سيقضي جمال بن حمد مطيع ذو 12 عاما ليلته الأولى تحت سقف يقيه برد الليل وقساوة الشارع. بعد أن استحم بالماء الدافئ وكان بينه والاستحمام أمد بعيد، أعطي بذلة نوم نظيفة ثم آوى إلى فراش دافئ. كانت لذيذة وجبة العشاء. في تلك الليلة الأولى لم يغمض له جفن،
لم يكن يصدق الذي هو فيه، ولعله لذلك كان يصر على أن يبقى مستيقظا حتى يرى رأي العين ويلمس في صحوته حقيقة الذي هو فيه. خلت ليلته تلك من السجائر ومن لصقة السيليسيون. كان في قرارة نفسه يقسم بأنه لن يدع الفرصة التي أتيحت له تمر دون أن يحقق إصلاح حاله. حاول في الصباح باكرا الخروج إلى الساحة، ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا لأن الأبواب كانت مغلقة بإحكام. لم يكن أمامه من خيار سوى الانتظار. كان قد علم في الأمس أن موعد الفطور 7 صباحا، ولما حان الموعد جاء الحارس وفتح الباب. دلف جمال إلى المطعم حيث تناول بنهم الحليب الدافئ والخبز المدهون بالزبدة والمربى. ولما فرغ من الأكل رافقه الحارس إلى مكتب إدارة الجمعية. كانت في انتظاره سيدة لم يكن قد رآها من قبل. تحققت من هويته ثم أخذته على متن سيارة الجمعية إلى المستشفى حيث أجري له فحص كامل. بعد ذلك قدمته السيدة التي رافقته إلى الطبيب النفساني ثم خرجت من المكتب. كان الطبيب معروفا بخبرته، كان يتحدث بهدوء يبعث على الطمأنينة. وها هو جمال يرتاح في حديثه مع الطبيب الذي تمكن سريعا من النفاذ إلى أعماقه، مستكنها معاناته ومستكشفا طموحه وآفاقه. كان الطبيب يسأل ويصغي باهتمام إلى إجابات جمال، وكان في الآن نفسه يدون المعلومات تلو الأخرى. بعد ساعة فتح الباب. خرج الفتى ومعه الطبيب الذي سلم للمرافقة تقريرا مختوما موجها إلى المسؤولة عن الأطفال في الجمعية. في طريق العودة إلى مقر الجمعية أسئلة كثيرة كانت تتزاحم في ذهن جمال. هل سينجح الطبيب في علاجه من الإدمان؟ هل سيتحمل المحسنون حالته؟ وإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك، هل سيكون الشارع مآله مرة أخرى؟ أسئلة كثيرة. لما استقبلته المسؤولة عن الأطفال بشرته بأن الطبيب يرى أن حالته قابلة للعلاج إن هو اتبع التعليمات. كان عليه ألا يغادر المؤسسة مهما كانت الظروف، وكان عليه أن يطلب المساعدة إن هو واجه صعوبة ما. مر الأسبوع الأول. كان جمال يحس وكأنه في سجن. الفارق كبير بين النظام الذي يحكم الإقامة في المؤسسة والفضاء المفتوح على كل شيء الذي كان يمثله الشارع. بدأ يستشعر قدرة على تخطي نوبات التدخين التي كانت تلح عليه، ولكن آثار التعاطي لشم سيليسيون كانت قوية. ومع ذلك فإن الفتى أبان عن عزيمة من فولاذ. كان قد وعى الآن أن الصبر وحده الذي قد يقوده إلى بر الأمان. بعد 6 أشهر عاد جمال طفلا سويا. لم يكن ذلك الطفل المتشرد على هامش السوق البلدي. استنتج الطبيب أن حالة جمال تحسنت بسرعة لم يكن يتوقعها. لقد تخلص الآن من الإدمان على التدخين وعلى لصقة السيليسيون. رأى الطبيب أن الولد صار مهيئا للانتقال به إلى المرحلة الثانية من الإنقاذ. بعد أيام استقبلته مديرة المؤسسة، هنأته على انضباطه وعلى التحسن السريع الذي عرفته حالته. أبلغته بأن الإدارة بعد أن درست ملفه الدراسي قررت توجيهه إلى التكوين المهني بغرض تمكينه من حرفة تمكنه من الاعتماد على نفسه لتأمين مستقبله. طرحت أمامه بضع خيارات. اختار المحاسبة، وكان مستواه التعليمي يتيح له ذلك. الالتحاق بمدرسة التكوين المهني كان نقطة تحول جديدة وحاسمة في حياة جمال مطيع. اجتاز المرحلة الإعدادية وقد أبدى إقبالا على التعلم، وهو الآن يستعد لولوج السنة الأخيرة. مرت السنوات مسرعة. هو الآن في ربيعه 17.
حلت العطلة الصيفية كان ضمن مجموعة من الشبان الذين اختارتهم المؤسسة لتأطير الأطفال الذين توجهوا إلى إفران لقضاء شهر من العطلة الصيفية. كان اختياره ليكون ضمن المؤطرين نوعا من المكافأة قدمتها له المؤسسة على اجتهاده وانضباطه. لما عاد من العطلة باشر السنة الدراسية الجديدة بنشاط وجد. كانت تلك السنة سنة الحصول على الدبلوم في المحاسبة. بالنسبة لجمال فإن ذلك الدبلوم يعتبر جواز المرور إلى المستقبل. كان من حظه أن قضى فترة تدريب في مؤسسة تجارية معروفة وافقت على توظيفه مباشرة بعد أن حصل على شهادة المحاسبة. اشتغل جمال في تلك الشركة عامين، ولكن الظروف التي نتجت عن حرب الخليج جعلت الشركة تواجه متاعب مالية فاستغنت عن خدماته كما استغنت عن خدمات كثير من موظفيها. صار عاطلا الآن. لم يكن جمال قد غادر المؤسسة، ظل يقيم بها يساعد الأطفال الذين هم في حاجة إلى المساعدة كما كان حاله هو لما كان متشردا. وبينما كانت عجلة الحياة في الدار البيضاء تواصل الدوران، لم يكن جمال يعلم أن المرحلة المقبلة. الحلقة الثانية. بعد أن فقد جمال مطيع منصبه كمحاسب في إحدى الشركات، ظل في المؤسسة الخيرية التي آوته وكونته بعد أن كان طفلا متشردا. كان يساعد الإدارة في تأطير الأطفال المتشردين الذين يتم جلبهم من قبل الجمعية لإنقاذهم من الضياع. ولكن الفترة التي قضاها جمال بلا عمل لم تطل، فقد تدخلت له سيدة من متطوعات الجمعية لدى زوجها الذي كان يعمل مسؤولا رفيعا في مؤسسة بنكية. بعد أن اجتاز جمال الاختبار تم قبوله. في البداية عمل محاسبا مساعدا، ولكنه ما لبث أن لفت إليه أنظار المسؤولين باجتهاده ومواظبته وبمردوديته، ولذلك قررت الإدارة تسجيله ضمن مجموعة من موظفي البنك لمتابعة دروس ليلية في العمل المصرفي. أبدى جمال تفوقه، بل إنه احتل الرتبة الأولى، وهو ما أهله ليعين أمينا للصندوق في أحد الفروع بالدار البيضاء. صار جمال مضرب المثل في المؤسسة الخيرية التابعة لجمعية رعاية الأطفال المتشردين. كان قدوة بالنسبة لكثيرين، وبالنسبة للمؤسسة كان مثالا على نجاحها في إنقاذ الأطفال المتشردين من الضياع. جمال الصبي المتشرد على هامش السوق البلدي في حي البولو صار الآن شابا أنيقا، نموذجا للموظف النشيط. كانت أم الغيث المرأة الطيبة التي جاءت به إلى المؤسسة الخيرية تتابعه عن كثب. كم هي فخورة اليوم، وكلما تنظر إلى ذاك الشاب الوسيم الذي يشغل مكانا متميزا في مختلف اللقاءات. كانت للسيدة أم الغيث صديقة حميمة، وكانت للمرأة ابنة في 20 معروفة بدلالها. كان والدها يبالغ في تدليلها، ومن حيث لم يكن يدري كان يدفع بها إلى الضياع. كان يغدق عليها من المال بلا حساب. طلبت الصديقة من السيدة أم الغيث أن تهيئ الأجواء للقاء بين ابنتها المدللة ثريا المفتاح والشاب جمال مطيع. كانت الأم تراهن على علاقة تتطور إلى زواج. استجابت السيدة أم الغيث، وخلال حفل عشاء دعت إليه عددا من الأصدقاء والصديقات تم تقديم الشاب جمال إلى الآنسة ثريا. كان وسيما أعجبها، ولذلك ألحت عليه في اللقاء مرة. تعددت اللقاءات. كانت ثريا تحرص على أن تكون الأكثر أناقة. كانت تملك سيارة فاخرة أهداها إياها والدها. كانت تعمل لحساب شركة العائلة. الشابة العشرينية استطاعت أن تأسر قلب جمال. بعد أشهر قليلة تقدم لخطبتها. خطبتها له السيدة أم الغيث، كان يعتبرها والدته. وافقت أسرة ثريا، ومضت الاستعدادات للزفاف سريعة. بعد أقل من شهر كان جمال يغادر المؤسسة الخيرية حيث ظل يقيم. انتقل إلى شقة محترمة في ملك عائلة خطيبته.
أقامت عائلة المفتاح حفل زفاف كبير دعي إليه الأقارب والأصدقاء، أقارب عائلة المفتاح. كان جمال يوم الزفاف يحس سعادة لم يحس بمثلها من قبل، ولكنه في ذلك اليوم الكبير أحس بغياب أفراد عائلته الذين لم يرهم منذ سنوات. مر حفل الزفاف في جو كله فرحة، موسيقى ورقص وأكل وشراب، ثم توجه العريسان إلى بيتهما. لما بنى بها اكتشف جمال أن عروسه لم تكن بكرا. أمضى ما بقي من ليله يفكر في الذي سيترتب على ذلك. عند ظهور خيوط الصباح الأولى خرج من غرفة نومه. كانت حماته أول من استقبله. كانت علامات السعادة بادية عليها. قابلته بما يليق بالعريس. قدمت له هدية الصبوح، وهي سيارة جديدة سلمته أوراقها ومفاتيحها. قدر جمال مبادرة حماته، هون على نفسه، شكر لها هديتها. طلبت منه أن يحسن معاملة ثريا. قالت له إنها بنت طيبة، وإن كانت لا تتصرف دوما تصرفات سليمة. وصلت الرسالة. فهم جمال كل ما تقصده حماته، المرأة الطيبة التي يحبها ويعتبرها بمنزلة أمه. راهن على مستقبل تتمكن فيه ثريا من تدارك هفواتها. ألم يكن هو طفلا متشردا فأنقذته أم الغيث؟ وبينما كان جمال في الصالون مع حماته أفاقت ثريا. أطلت من غرفة نومها. كانت متخوفة من غضب جمال، ولكنه استقبلها بابتسامة جعلتها تحس بصبحها الأول في حضن بيت الزواج. ضحى ذلك اليوم أقبل والد ثريا وباقي أفراد الأسرة، وبعد تناول وجبة الغذاء أخرج الصهر من جيبه ظرفا وسلمه إلى جمال. ألح عليه أن يفتحه. كان بداخله شيك بقيمة 50,000 درهم وتذكرة سفر للعريسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل. في الأسبوع نفسه سافرا. أمضيا 3 أسابيع تنقل خلالها بين عدة ولايات. خلال تلك الرحلة كان جمال يلاحظ نوعا من الاضطراب الغامض يعتري زوجته بين حين وآخر. تحمله. انتهت الرحلة وعاد إلى الدار البيضاء. انتهت العطلة واستأنف جمال عمله في المؤسسة البنكية. مع مرور الأيام كان جمال يلاحظ من حين لآخر اختفاء بعض المبالغ المالية من حافظة نقوده. لم يكن يشك في زوجته، فهي ليست بحاجة لاختلاس المال من جيب زوجها، لأن أسرتها تمكنها من مبالغ مالية سخية، إذ كانت تتلقى أجرا لاعتبارها موظفة في مقاولة العائلة. ظل الأمر يؤرق جمال، وذات يوم تظاهر بالدخول إلى الحمام وفجأة خرج. ضبط زوجته وهي تأخذ مبلغا ماليا من حافظة نقوده. لم يكن غرضه أن يحاسبها على ذلك بقدر ما كان يريد أن يعرف السر الكامن وراء هذا التصرف المثير للاستغراب. منذ ذلك اليوم صار يراقب تصرفاتها. بعد حين تبين له أنها مدمنة على الكوكايين. لما واجهها بما اكتشفه لم تراوغ ولم تحاول. اعترفت له بأنها أصبحت تحتاج كل يوم إلى جرعة أكبر من تلك التي تكون تناولتها من قبل. قالت إن كل ذلك كان يتطلب منها مبالغ مالية منفكة تتزايد، وصارت تفوق ما تحصل عليه من والديها وما كانت تختلسه. قالت إنها صارت مهددة الآن من قبل العصابة التي كانت تمدها بالكوكايين بعد أن تراكمت عليها ديون. حاول جمال أن يقنع زوجته ثريا بزيارة طبيب متخصص يساعدها على التخلص من إدمانها على الكوكايين، ولكنها رفضت. قالت إنها تخشى أن تعرف عائلتها وأن تسوء سمعتها. طلبت منه أن يمهلها بعض الوقت علها تتمكن من إخبار والدتها، عساها تجد لها مخرجا، فهي تعرف الكثير من الأطباء. التطورات التي تلت لم تمهل ثريا ولا زوجها جمال. بعد بضعة أيام ذات مساء
وبينما كان جمال وزوجته في البيت طرق الباب. فتح جمال، وجد نفسه وجها لوجه مع 3 تلمع أعينهم شرا. اقتحموا الباب دون أن يستأذنوا، توجهوا رأسا إلى ثريا، طلبوا منها أن تسدد الديون المترتبة عليها، طلبوا منها 8000 درهم. طلبت منهم مهلة إضافية حتى توفر المبلغ، لكنهم رفضوا. هددهم جمال بإبلاغ الشرطة، ولكنهم سخروا منه، قاموا بربط يديه ثم انهالوا عليه بالضرب. عمد أحدهم إلى جيبه فاستل حافظة النقود، لم يكن بها سوى 5 أوراق من فئة 100 درهم. أخذها، هم بأن يلقي بالحافظة عندما اكتشف البطاقة المهنية لجمال. علم أنه موظف في مؤسسة بنكية. انصرف المعتدون 3. قال أحدهم إنهم سيعودون غدا لاستخلاص 8000 درهم. وما أن أغلقوا باب الشقة حتى أسرعت ثريا إلى زوجها، فكت وثاقه، ضمدت الكدمات التي أصيب بها في وجهه. نهض وعمد إلى الهاتف يريد إبلاغ الشرطة، ولكنها توسلت إليه أن يتريث. قالت إنها ربما تمكنت من التوصل إلى تسوية مع أفراد العصابة. كانت تبكي، وكان هو لا يقوى على مقاومة دموعها. وافق ولم يكن مقتنعا، أرجأ إبلاغ الشرطة إرضاء لثريا المدللة. في تلك الليلة ذهب أفراد العصابة للقاء برئيسهم لإبلاغه بما حدث مع ثريا. كان أهم ما حملوه إلى رئيسهم أن زوج ثريا يعمل في مؤسسة بنكية. كانت تلك المعلومة تعني أشياء كثيرة بالنسبة للعصابة، فالرجل يعمل في البنك، وفي البنك توجد أموال كثيرة. كذلك خمن رئيسهم، وعلى ذلك الأساس الحلقة 3 والأخيرة. اكتشف جمال مطيع أن زوجته مدمنة على مخدر الكوكايين، ولذلك كانت تعمد إلى اختلاس تلك المبالغ المالية من حافظة نقوده. العصابة التي تزودها بالمخدر تلاحقها الآن بعد أن راكمت دينا بقيمة 8000 درهم. لن ينسى جمال ذاك المساء الذي هاجمت العصابة منزله. كيف له أن ينسى الإهانة التي تعرض لها على يد أفراد العصابة 3 على مرأى ومسمع من ثريا زوجته. رأينا أمس أن أفراد العصابة 3 اكتشفوا أن جمال يعمل في مؤسسة بنكية. في تلك الليلة أثناء لقاء 3 بزعيم العصابة تداولوا في شأن استغلال جمال والضغط عليه عن طريق زوجته ثريا للقيام بعملية السطو. انفض اجتماع العصابة باتفاق على مراقبة جمال وجمع كل المعلومات حول عمله وطبيعة المهام الموكولة إليه. منذ الصبح التالي كان أحد أفراد العصابة يتبع خطوات جمال منذ أن غادر منزله وحتى وصل إلى المؤسسة البنكية التي يعمل بها. استطاع جاسوس العصابة أن يعلم أن جمال يعمل أمينا للصندوق. كانت العصابة تبدو مستعجلة أمر عملية السطو، ولذلك في اجتماع جديد لها تقرر خطف ثريا وأخذها إلى مكان خال لإرغامها على تقديم معلومات كاملة حول زوجها وحول عمله. في الغد خطفوها، ذهبوا بها إلى مكان قفر، هددوها بالقتل إن هي لم تعطهم كل المعلومات. ترددت، حاولت التهرب من الإجابة لما باغتها أحدهم بصفعة قوية. تكلمت ثريا، قالت لهم إنها علمت من زوجها أنه يتوجه مرة في الأسبوع إلى إحدى الشركات التجارية المعروفة لاستلام المبالغ المالية التي تتوفر في صندوقها وإيداعها في حساب الشركة. قالت إنها علمت منه أن تلك المبالغ المالية تتراوح بين 60 و80 مليون سنتيم في كل مرة. أخلت العصابة سبيل ثريا، وبعد يومين عاد أفرادها 3 إلى منزل جمال. كان حاضرا، أوثقوه وهددوا بحقنه بمخدر يجعله يغرق بدوره في الإدمان. تذكر جمال
لما كان متشردا يدمن التدخين وشم لصقة السيليسيون أحس برعب شديد. قال له رجال العصابة إن عليه أن يتعاون معهم وأن يستجيب لمطالبهم إن هو أراد النجاة بنفسه من الإدمان. رد جمال بأن إدارة البنك تعرف ماضيه لما كان مدمنا، ولذلك فإن حقنه بالمخدر سيجعل الإدارة تشك وستبادر دون ما تأخر إلى وضعه تحت المراقبة. اقترح عليهم أن يتعاون معهم دون ما حاجة إلى تنفيذ تهديدهم. قال لهم إنهم يحتجزون زوجته رهينة الإدمان. تركه أفراد العصابة وعادوا إلى رئيسهم وأبلغوه بكل ما حدث. طلب منهم أن يحصلوا من جمال على أدق التفاصيل حول عملية نقل الأموال. لما عادوا إليه هددوه بالقتل إن هو حاول إبلاغ الشرطة. قالوا له إنهم سيفرضون عليه مراقبة مسترسلة. لم ينم جمال تلك الليلة، بات يفكر في الوسيلة التي تمكنه من إبلاغ الشرطة دون أن يفطن أفراد العصابة. في تلك الليلة اهتدى إلى طريقة رآها ناجعة. كان يعرف من بين الزبناء رجال شرطة كانوا يأتون إلى البنك لاستخلاص رواتبهم. في الصباح وبينما كان يزاول عمله في صندوق الوكالة البنكية كان يترصد قدوم أحد أولئك الزبناء الذين يعلم أنهم من رجال الشرطة. بعد حين ظهر أحدهم، كان مفتش شرطة. أخذ جمال ورقة صغيرة وكتب فيها بخط يده: رجاء أخبر عميد الشرطة القضائية بأن عملا خطيرا سيقع في البنك وبأنني أريد أن ألتقي به سرا. لما وصل دور مفتش الشرطة دس جمال تلك الورقة بين الأوراق البنكية التي سلمها لرجل الأمن. همس له بأن رسالة سرية توجد بين الأوراق النقدية. طلب منه ألا يتناولها إلا بعد أن يصل إلى المفوضية. غادر المفتش الوكالة البنكية وبعد ربع ساعة كان في مقر عمله. تناول الرسالة. بدا له أن الأمر يتطلب التحرك بسرعة، ولذلك عجل بإخبار رئيسه وتسليمه تلك الرسالة. قرر عميد الشرطة القضائية الرد على رسالة جمال برسالة مماثلة. بعث إحدى مساعدات الشرطة لاستخراج مبلغ مالي من البنك، ولما بلغ دورها تقدمت إلى الشباك ودون أن تثير الانتباه سلمت جمال رسالة العميد. كان عليه أن يذهب بعد أن ينهي عمله إلى عمارة في حي البركة بالزنقة رقم 2 وأن يدخل محلا لبيع الأحذية. لما وصل ودخل المحل تقدم منه أحدهم وأشار إليه أن يدخل إلى المكتب. من هناك وعبر سلم صعد إلى الطابق الأول. كان عميد الشرطة القضائية في انتظاره. سرد جمال قصته على العميد وانتهى إلى التهديد الذي يتعرض له من قبل تلك العصابة التي تريد استغلاله للقيام بعملية سطو. أدرك العميد خطورة الموقف. طلب من جمال أن يساير العصابة في مطالبها وأن يسجل كل التفاصيل دون إغفال الأدق منها وأن ينقلها إليه تباعا. اعتمد الضابط طريقة الرسائل الصغيرة التي تدس بين الأوراق النقدية للتواصل مع جمال. طلب منه العميد ألا يبلغ مدير البنك. في تلك الأثناء كانت العصابة تراقب تحركات جمال على مدار الساعة، ولكن أفرادها لم يشعروا بأنهم كانوا مراقبين من الشرطة وعلى مدار الساعة. بدا للمحققين أن أفراد العصابة هم الأشخاص الذين كانت تشك في اقترافهم سرقة باستعمال السلاح في أحد الأبناك. كان عدد من المفتشين قد تمكنوا من التقاط صور للمشبوه فيهم، ولما تم التنقيب في ماضيهم اتضح أنهم من ذوي السوابق، وأن قاسمهم المشترك أنهم كانوا في العام 97 900 وألف يقضون عقوبة بالسجن، وأنهم غادروا المعتقل بعد أن أنهوا عقوباتهم الحبسية. كان المحققون يشكون في قدرة هؤلاء المجرمين على التخطيط بمفردهم لعملية سطو على مؤسسة بنكية، ولذلك كان السؤال المطروح باستمرار يتركز حول من يكون وراء هؤلاء.
تأسيسا على المعلومات التي توصل بها رئيس الشرطة القضائية، صار لزامنا الآن إشراك السلطات الإدارية والقضائية في الخطة التي سيتم وضعها للإطباق على العصابة بكامل أفرادها واكتشاف رئيسها. تم الاتفاق على أن يكون جمال هو الطعم الذي سيأتي بالعصابة. تم الاتفاق على أن تتم عملية السطو، وأن يساير جمال أفراد العصابة دون أن تتدخل الشرطة أثناء العملية. في اليوم المعلوم حضر جمال إلى مقر الشركة لاستلام المبالغ المالية. كان قد أبلغ العصابة بالموعد واتفق مع أفرادها على التظاهر باستهدافه، وكذلك كان، إذ لما كان جمال رفقة أحد مساعديه يغادران مقر الشركة يحملان كيسا به المال الذي تم استلامه، هاجمهما مقنعان. ضرب جمال على رأسه، تظاهر بالسقوط، استوليا على الكيس وجريا نحو سيارة كانت تنتظرهما غير بعيد، ما أن ركبا حتى أقلعت مسرعة. كان رجال الشرطة يراقبون. كانت سيارات مموهة توجد على المسالك المفترض أن يسلكها أفراد العصابة، وكان عدد من رجال الشرطة على متن دراجات نارية مموهة مستعدين لاقتفاء أثر السيارة التي أخذت وجهة شارع غاندي قبل أن تأخذ وجهة عين دياب. لم يكن أفراد العصابة لينتبهوا إلى أن بين تلك السيارات التي تسير في مسارهم سيارات بها رجال شرطة يتابعونهم. بعد أن تجاوزت السيارة المصطاف أخذت وجهة دار بوعزة. في لحظة ما توقفت، نزل أحد أفراد العصابة ليتأكد من أنهم غير متابعين. في تلك اللحظة تجاوزتهم سيارة كان على متنها مفتش الشرطة، لم يتوقف حتى لا يثير الانتباه. أيقن أفراد العصابة أنهم غير ملاحقين، استأنفوا سيرهم. بعد بضع مئات من الأمتار دخلت السيارة طريقا ضيقا وتوقفت عند مدخل ضيعة هناك غير بعيد. كان يقف مفتش شرطة على متن دراجة نارية، لم يثر انتباههم. فتح الباب ودخلت السيارة، ثم بسرعة أغلق الباب. صدر الأمر إلى فرق الملاحقة للاستعداد للتدخل. سريعا تم تفعيل الخطة، وكان حاسما عامل المباغتة. في دقائق تم اقتحام الضيعة. أوقف 2 من أفراد العصابة، وكان ثالثهم وحيدا في غرفة. لما تمت المداهمة كان بصدد تركيب رقم هاتفي. لم يقاوم. تم اعتقال كل من كانوا في الضيعة. كانوا 7 رجال وامرأة واحدة كانت فيما يبدو تعمل خادمة لدى صاحب الضيعة. علم المحققون من خلال أقوال المقبوض عليهم أن رأس العصابة غير موجود، وأنه متوقع أن يلتحق بالعصابة في ساعة لاحقة. كان على رجال الشرطة أن يكمنوا داخل الضيعة وأن يمحوا كل أثر لعملية التدخل. لما جن الظلام سمع هدير محرك سيارة تقترب من باب الضيعة. فتح الحارس الباب، وكان معه 2 من الشرطة. وما أن دخلت السيارة وأغلق الباب حتى انقض المحققون على الذي كان في السيارة. كان رئيس العصابة. بفضل أقوال الخادمة تم اكتشاف حفرة في الضيعة كانت بها أكياس صغيرة من الكوكايين. تبين أثناء التحقيق أنها من تلك الكميات الكبيرة من الكوكايين التي كان قد ألقى بها البحر في شاطئ دار بوعزة. عدا القبض على أفراد العصابة، كان من نتائج التحريات أن الخادمة التي وجدت في الضيعة تدعى نادية مطيع. أدرك عميد الشرطة أنها شقيقة جمال، ولكنه لم يبلغه بالأمر في ذلك اليوم. لاحقا استدعى نادية واستدعى والدها إلى المفوضية كما استدعى جمال، وبحضوره تظاهر بالاستماع إلى الخادمة التي ناداها باسمها نادية مطيع، ثم نادى والدها أحمد بن عبد القادر مطيع. لم يكن جمال يصدق ما يجري. عادت عقارب ساعة ذكرياته نحو 20 عاما إلى الوراء. هذه التي أمامه هي أخته نادية، وهذا الذي أمامه هو والده. احتضن أخته وعانق والده. كانت فرحته كبيرة لما استضافهما في منزله. كان سعيدا، وهو يعلم أن سعادته لن تكتمل إلا بتخلص زوجته ثريا من إدمانها. صار ذلك ممكنا الآن بعد أن تم القبض على أفراد العصابة
وبعد أن أحيلوا على القضاء.